نحن اليوم بأهم العيادات الطبية الشاملة المتواجدة بدمشق وبتفتح 24 ساعة. بتقدم كافة الاستشارات الطبية والخدمات الإسعافية والتمريضية داخل العيادة وخارجها. يعطيك العافية دكتور. خبرونا انه عيادتكم تفتح على مدار ال 24 ساعة، اوقات بصير مع الواحد حالات اسعافية، فينا نعرف شو الخدمات اللي حضرتكم تقدموها؟ اهلا وسهلا فيكم في عياده جوده الطبيه، انا الدكتور محمد الحميد اختصاصي امراض القلب والاوعيه الدمويه. احنا في عياده جوده الطبيه بنقدم خدماتنا على مدار 24 ساعه، عندنا بالعياده في عندنا تخطيط قلب، في عندنا ايكو دوبلر ملون، عندنا خدماتنا طبعا ممكن نقدمها بالعياده او حتى برا العياده. طبعا احنا الشيء الجديد عندنا بالعياده في عندنا جهاز ايكو قلب عدل جهاز القلب العادي، طبعا في عندنا جهاز محمول، جهاز حديث، هذا جهاز جبناه جديد، هذا بنستخدمه للحالات برا العياده، ممكن نستخدمه نضطر الحالات الاسعافيه سواء بالمنازل او غير مكان. طيب دكتور، هذا الجهاز شو يمكن يفيدني بالحالات الإسعافية؟ هلا جهاز ايكو القلب بشكل عام احنا نشوف فيه صمامات القلب، نشوف فيه وظيفه القلب، نشوف فيه حركيه القلب، نطمن على وظيفه القلب بشكل عام يعني بالحالات الاسعافية شو ممكن يساعدني عيادات الجودة الطبية؟ هلا احنا عيادات الجوده الطبيه ممكن نعمل تخطيط ونعمل ايكو قلب خارج العياده، فيبين اذا في شيء اسعافي ممكن يستدعي نقل المريض للمشفى، او ممكن يكون حالات بسيطه ممكن يعني تتعالج ضمن المنزل. يعني انتم بس تجوا على الحالة الاسعافية ممكن توصفوا ادوية ليكون ممكن حالة المرء والراقبة بالبيت. حالات بسيطه ممكن ما تكون الحاله بالاساس اسعافيه يعني استشارة قلبية كاملة ببيت المريض بالحالات الاسعافية، او حتى اذا ما في حالة اسعافية، اذا حدا كبير او حدا ما بده ينزل. كافه الخدمات احنا بنقدمها بالمنزل. يعني ما بنحصرها بموضوع الاسعاف. لا ابدا، ممكن مو شرط تكون بس حاله اسعافيه، ممكن في ناس ما صعب كبيرة بالعمر. ايوه صعب تجي على العياده، فنضطر احيانا نعمل لها استشاره في المنزل. العيادات طبعا احنا فريق كامل عندنا لهالشيء هذا. يعني عيادات الجودة الطبية مو بس مختصرة على الاستشارات القلبية، متوافر عندكم كل الاختصاصات. كافه الاختصاصات ممكن نستدعي ونعمل استشارات ضمن المنازل ان شاء الله. وعيادات الجودة الطبية الشاملة عاملة حسم 60% بمناسبة شهر التحرير على كافة الإجراءات الطبية.